بيبدا فيلمنا في ماتش لحد ما واحد كان عمال بيتريق على جيكو بيقول له ابوك مات وهو سكران، فراح بقى جيكو بدا ان هو يديه اللي في النصيب، بيضرب في كل الفريق والكل بقى دخل في بعضه وافتكروا اللي حصل ده. هتعرفوا كمان شويه ليه. ده هو جيك بيقول بقى لزميله ان هو هيسيب الفريق عشان هينقل لبيت تاني. رجع بقى للبيت واللي كان عايش فيه مع امه مارجريت واخوه الصغير تشارلي. الام متضايقه منه علشان بيعمل مشاكل بقى كتيره وكل شويه يتخانق، والمدربين بقى بيشتكوا منه على طول وتسيبه مع اخوه وتروح للشغل. ودول بقى هينقلوا علشان تشارلي الصغير محترف في التنس، وجات له بقى منحه في بلد تانية. بيقول لجيك انت بتكرهني علشان بقى هننقل بسببي، فقال له اكيد لا، الاكاديميه هناك جامده. وهنا يشوف صندوق فيه هدوم ابوه تايلور، بيفتكر بقى ايامه معاه وده بيضايقه جامد، فيروح يكتب عليها عديم الفايده ويقفله. وتبدا بقى السفريه الطويله لحد ما يوصلوا. واضح ان الموضوع هيطول، حياه تانية ومدرسه جديده وكل الناس اللي موجوده حواليه غريبه. فراح وقعد في الملعب كده على جنب، ولما جاي يمشي شاف اتنين عمالين بيتخانقوا، فراح ودافع عن اللي عمال بيتضرب بس يضربه. بقى واقف مصدوم، وطلع ان الموضوع كان عباره عن تحدي. ده بقى ريان كان عمال مركز مع جيك قوي، واللي كان بينضرب هو ماكس. نظرات ريان ما كانتش بتبشر بالخير خالص. وفي الحصه الاستاذ كان عمال بيسالهم عن حاجه ومحدش عارفها، ودي هي باها بتتسال بس مش عارفه ترد. فيجاوب بقى جيك على السؤال وياخد بقى اللقطه. ولما طلع لبره قامت رايحه باها لعنده بتحاول تفتح معاه كلام وبتقول له انت ليه جيت في نص السنه. فقال لها ان اخوه محترف في التنس وجات له منحه هنا. ودي بقى لما جت تمشي سالها عن الجناح 3، فتقول له ده جناح بي مش 3. جم بقى اصحاب باها واتريقوا على قميص جيك وبعدها مشيوا. بس الواضح بقى ان عينها منه. رجع بقى للبيت وما كانش عاجبه اي حاجه ان هم عايشين بقى بين الصناديق وعمالين بياكلوا اكل معلب كل شويه. تقوم الام بقى مكلمه تشارل وتقول له اخوك جيك اتعور واتخيط 4 مرات وانطرد مرتين من المدرسه وجبته 6 مرات من عند الشرطه، يعني ليه ملف كامل. فيقوم بقى جيك وهو متضايق. واضح ان علاقه الاسره دي صعبه جامد. في المدرسه بقى بيروح ماكس اللي كان بينضرب لعند جيك علشان بقى يتعرف عليه، بس كان الواضح ان هو يعرفه قبل كده. بيقول له انت كنت لاعب كره قدم، فيتفاجئ ويقول له انت عرفت ازاي؟ فيقول له عن طريق النت، ده انت مشهور، الواد اللي انت ضربته في الملعب ضربته جامد وخلصت عليه، والكل حواليك عارفك وعمال بيتكلم عنك. انا بتعلم القتال عند جون، وده بقى واحد جامد في المجال داخل بطولات. بس جيك بيقول له مش مهم الكلام ده. وماكس كان عمال بيقول له هتكون واحد من العظماء، بس يقول له برضه مش مهم. الكل بقى كان عمال بيتفرج على الفيديو اللي كان متصور لما كان عمال بيضرب الشخص في الملعب، لحد ما تيجي بقى الشله وتنده عليه. باها بتقول له تعالى معانا للحفله، ولما عرف ان هي هتكون موجوده على طول وافق وياخد العنوان علشان بقى يرجع البيت من تاني ويغير هدومه ويروح بقى للمكان اللي كان موجود فيه الحفله. وصل وقابل ماكس وكان مستغرب ايه البيت الكبير ده، الدنيا كانت بايظه خالص. الحفله كانت عند ريان، بياخد جيك معاه وبيفضل يتكلم معاه وبيقول له مش هتلاقي احسن من كده، بس عاوز تعرف ايه الاجمد؟ هو ده يا عزيزي، قتال موجود تحت شغال، اي حد يقدر يتقاتل، بنت مع بنت، ولد مع ولد، اتنين كانوا مرتبطين وانفصلوا بيخلصوا حقهم من بعض. فيسالوا بقى جيكو يقول له طب مين الحكم هنا؟ وده يقول له احنا. فيبص ويلاقي ان باها جايه، وده بيقول له بقى جاهز. بس جيك مستغرب، جاهز لايه؟ المباراه المنتظره انا وانت دلوقتي. جيك بيقول له انا مش بتقاتل، بس ده على طول كانه مش سامع وبيغير هدومه وبيقول له بقى لو عايز تكون الافضل لازم تفوز على الافضل اللي هو انا يعني. كلنا بقى شفنا الفيديو بضربه واحده جبته الارض، بس ده بقى بيقول له مش عايز اكون الافضل. فيرد عليه وبيقول له طب انت ايه اللي جابك هنا؟ فيبص لعند باها على انها عازماه يعني، ولكن ده يقوم رايح لعندها ويطلع ان هما الاتنين مع بعض اساسا. وصاحبنا ده وقع في الفخ بتاع باها علشان يتسحب لعند ريان. بيقول له بقى انا شفت الفيديو، انت بتعرف تضرب. فقال له ما تصدقش كل حاجه بتشوفها على النت. بدا بقى ريان يخبط في الكلام وبيقول له حتى اللي حصل لابوك اللي كان دخل في شجره وهو سكران، طب انت كنت بتعمل ايه وانت قاعد جنبه؟ دي هي افضل خطه علشان تخلص منه. وده بقى يتعصب جامد وبدا ان هو يهجم عليه وهيبدا القتال بين الاتنين دول لحد ما حد فيهم يستسلم. اول ضربه بقى بتكون لجيك، بس بعد كده بدا ريان يديله، رماه بالميه واداله في وشه. فيرد بقى عليه ريان وبيقول له نظامك في الضرب قديم، بص الجديد ودي كمان، لحد ما عجزه. بس قام من تاني وبرضه يقدر ريان ان هو يضربه، ولكن ده مش بيستسلم لحد ما ياخد الضربه القاضيه. برضه يقوم من تاني مش بيجيب اخره. كمل بقى ريان معاه، هو عمال بيديله ضرب بالركبه في وشه، برضه مش بيحرم وقام من تاني وهو راح يضربه، بس قام مديله مقص طاير وشه. واكيد طبعا كل ده كان متصور. ولكن في البدايه كده قناتي التانيه للقصص هتلاقوا اللينك بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن اللي هو الوصف يعني، وكمان في اول كومنت انزلوا اشتركوا فيها وشوفوا القصص هتعجبكم جدا. يلا نكمل. راح بقى ماكس وداها للبيت ودخل الاوضه. وتاني يوم بقى لما دخل عليه تشارلي لقاه متبهدل. بيقول له طب التاني حصل له ايه؟ قال له احسن مني، بس ما تقولش لامك اي حاجه. الكل بدا يتكلم بقى عن الضرب اللي اخده جيك، وهو فضل بقى موجود في البيت عمال بيفتكر
افتكر ابوه، فقام رايح بقى رمى الصندوق بتاعه. وتشارلي هو اللي كان مهتم بجيك، والواد كان نينجا في التنس، لحد ما يزوره ماكس ويقول له انت مش بتيجي المدرسه اساسا بقى، ما كنتش هتقدر تعمل اي حاجه اكتر من كده علشان ريان يعتبر مقاتل محترف، الاحسن بقى تيجي تتدرب معايا عند جون. بس جيك مش مهتم، بس ماكس يرد عليه ويعرفه ان محدش بياخد كل الضرب ده ويكون لسه مش مهتم، ويمشي ماكس وهو متضايق. جيك بيفكر شويه ويقوم رايح في الاخر لهناك، وماكس بيقابله ويعرفه على جون المدرب هنا، وده لما بيشوفه وارم من الضرب بيقول له اللي بيجي علشان الضرب مش بيكمل هنا. فيقول له خبطت في الباب، هنبدا امتى؟ فقال له تعالى بكره مع ماكس، مع المبتدئين يعني. فقال له انا عايز اتدرب مع المحترفين عشان بتعلم بسرعه. على طول قال لكل جهازه هي دقيقه وتبدل مكانك، على طول يبدل من تاني. وماكس عمال بيقول له يعمل ازاي، مفيش اي راحه، بدا ان هو يطلع لفوق، وده بيقول له اوعك تنزل من تاني، اطلع لفوق، لحد ما قدر ان هو يطلع فعليا لفوق. راح له قال له ده هو التسخين، يلا جهزوا بقى المجموعات وانت هتقاتل مايلز. بس ده بيتريق عليه وبيقول له ده انا اكبر منه. مايلز على طول بيشقلبه وكمان مره وبيديله في وشه، ويقلبه كمان مره ويثبته، بس المره دي مش بيستسلم لحد ما يغمى عليه. جون بيقول له مع انها حركه غبيه بس انت مش بتستسلم، جامد يا معلم، تعالى بقى تاني يوم، بس خد بالك في قانون وحيد وهو ان ممنوع القتال بره المكان ده ابدا، ولو عملت كده فانت مطرود. وماكس كان فرحان جامد علشان جيك اتقبل ونجح في الاختبار، وقال له بقى رايح فين؟ فرد عليه وقال له رايح للباص. بس يقول له ماكس تعالى دي عربيتي هنا. وبالليل بقى لما تشارلي يفتح الباب وكانه اول مره يشوف حلويات، ولما بتتاسف لجيك تشارلي بيقول له دي مهما عملت سامحها. جيك بيقول لها خدعتيني علشان تودينا عند صاحبك يقل مني، ولكن دي بترد عليه وبتقول له ما كنتش اعرف ان هو هيعمل كده. فتحكي له بقى قصتها، وان هي لما جت هنا بقى وحيده، ريان هو الوحيد اللي كان عمال بيساعدها، ومن وقتها بقى كانت كل حاجه سهله بالنسبه لها. فيقول لها طب المفروض الكلام ده يخلينا اتاسف لك وتمشي بقى من عنده. والصبح بدري كده لما جون يفتح الباب بيلاقي ان جيك موجود قدامه، جه قبل الميعاد بساعه، جاب له بقى فلوس التدريب لمده شهرين وساله انت عايش هنا؟ فقال له انت جاي تتدرب بس، وفعليا بدا يضرب. فطلع وقال له 3 بالايد وواحده بالرجل، ده اسمه فن قتال. فيحاول بس ده مش نهض ان هو يحرك الكيس، فيقول له تنفذ وركز في حركاتك. فيحاول بقى من تاني بس الكيس كان تقيل جامد، وبيقول له ده يجي 1000 طن. بس يحاول جون قدامه ويودي الكيس لهناك. صاحبنا كان مبهور جدا من جون وقال له خلاص هتنفذ. جون بيقول له بقى مش لوحدك اللي عندك المشاكل، كل واحد فينا عنده قتاله الخاص. يعدي بقى الوقت والكل عمال بيتدرب، ريان عايش حياته الشهرة بقى وكده، على عكس باها ندمانه. اما جيك بقى بيحاول لسه والتمارين صعبه جامد، بس هو كان عمال بيتطور يوم عن التاني، وبدا حتى ان هو يفوز على زمايله. رجع بالليل بقى للبيت، امه بتقول له تشارلي كان عنده ماتش تنس وخسر، ولو حضرت بعد كده هيكون كويس بالنسبه له. ودي بقى تساله عن ال $200 اللي هو سحبهم من الحساب بتاعه، فقال لها دي فلوسي مش هتفرق، ولكن تساله من تاني ايه اللي موجود في الشنطه وتفتحها وتلاقي ان موجود فيها لبس قتال. تتعصب بقى عليه جامد عشان موضوع الخناقات. وتاني يوم في النادي يقوم جون ويبدا ان هو يتدرب مع نفسه قبل ما اي حد يجي. وفي المدرسه بقى الطلاب يتقسموا المجموعات، وتيجي باها مع جيك في المجموعه بتاعته، يبداوا بقى هما الاتنين بقى يلقوا على بعض بالكلام. وصاحبنا ده بقى مش فاهم اي حاجه. وقام بقى جيك وبعدها باها، واللي راحت لعند ريان وطلبت ان هي تتكلم معاه، بس قال لها اتكلمي هنا عادي. فتقول له بقى اللي انت عملته مع جيك كان بشع، انت قلت لي انك هتتكلم معاه بس مش هينفع نكمل. فيقول لها ده كله علشان واحد عشوائي، انت لما جيت لهنا كنت ولا حاجه، انا اللي صنعتك. فترد عليه وتقول له شكرا انك سهلت الموضوع عليا، يلا سلام. بس يمسكها بقى لحد ما يجي جيك، وريان بيقول له انت ضعيف زي ابوك. فيروح جيك للنادي ويفضل بقى يتدرب وهو متعصب جامد، وجون عمال بيقول له خف السرعه شويه، انت مالك ركز اكتر من كده. بيحاول مع جون وهو متعصب برضه من ريان، بس يقول له خلي بالك وتحكم في نفسك. فيحاول من تاني لحد ما جون يجيبه يقول له ركز وارجع لبيتك، بكره يوم جديد. فيقول له بقى جيك على الاقل انا عندي بيت. وراح ماكس بقى وراه ومشوا هما الاتنين ووقفوا ورا عربيه، وده بقى كان عمال بيفتكر الذكريات، ووراهم عربيه هامر عماله بتزمر لهم. ويفتكر بقى لما كان ابوه سكران واخد منه المفاتيح علشان يسوق هو، والعربيه برضه عماله بتزمر وراهم. فنزل لهم بقى جيك وبدا القتال معاهم كلهم، وماكس عمال بيصور اللي عمال بيحصل، وجيك كان عمال بيتقاتل معاهم كلهم واحد ورا التاني، وقدر ان هو يخلص عليهم. والفيديو انتشر بطريقه كبيره جامد، وكل المدرسه شافته، وريان كمان كان والع من جوه علشان بقى جيك اخد منه اللقطه. ده حتى ماكس عمال بيظبط البنت على قفا جيك، وتروح بقى تتكلم بها معاه. وطبعا بقى اصحاب ريان بيقولوا له ان هي راحت لواحد تاني، وده بيولع. راح بقى ورا جيك للحمام، وده لما حاول يضربه ريان جابه على الارض، بيقول له خلي بالك انا اقدر ان انا اخلص عليك دلوقتي، بس محدش شايفنا، ايه الفايده؟ انا بطل البيك داون لمرتين، هناك هنتقاتل وبعدها طلع ومشى.
كده. ولما كان جيك بقى ماشي وعمال بيعرج جاله ماكس وقال له تعالى، فساله ايه هو البيك داون. صاحبنا اتبسط وقال له تعالى، وبدا بقى ان هو يوريه البطوله واللي كل اللي عمال بيتقاتل موجود فيها، واللي بيفوز للاخر هو اللي بيكون البطل. ودي بقى هتبدا بعد شهر. جيك بيقول له انتوا كلكم عايشين في بيوت كبيره كده ليه؟ ولما راح بقى للتمرين جاله بقى جون وشاف ايده وقال له انت اتقتلت بره، انت مطرود، امشي من هنا. وبالليل بقى الام كانت عماله بتسال تشارلي مين اللي ضربه كده، وتتخانق بقى مع جيك علشان اخوه واخده قدوه ليه، وتكسر بقى الكوبايه وتقول له تشارلي اكسر حاجه انت كمان. والله هو الموضوع شكله حلو يا عزيزي، جرب انت كمان. تشارلي بيعترف بقى وبيقول لها ان كره التنس خبطت في وشي، ما اتخانقتش، ظلمت جيك. واللي قام رايح عشان يتكلم مع جون بس مرضاش يرد عليه. فضلوا بقى هما الاتنين قاعدين مستنيين جون عشان يتكلموا معاه. وده بقى لما طلعوا رايحين وراه لما كان عمال بيشتري خضار، وقام رايح له بقى جيك بيقول له انا كنت كدبت في الاول، ما خبطتش في الباب، انا كنت عايز انتقم من اللي كان ضربني. هو عنده حياه مثاليه، العربيه الحلوه والبنت الحلوه، انا كنت متعصب طول الوقت وكان لازم ما اقتلش اول مره، بس هو بقى جاب سيره والدي واللي كان سكران واخد مني المفتاح عافيه علشان يسوق هو العربيه، وانا سبته ان هو يسوق، دي غلطتي. وغير كده كنت بدخل خناقات، عايز ان اتخلص من الغضب اللي موجود جوايا. فقال له جون تعالى بكره. بدا اليوم التاني واللي بدا فيه يضغط اكتر واكتر على جيك ويطلع عينه. جون بقى مركز مع جيك بالذات، وده بقى ما كانش مؤثر في اي حاجه وعمال بيتدرب اكتر واكتر، ومع ماكسي كمان. ومع الوقت بدا ان هو يتطور اكتر، قوته عماله بتزيد يوم عن التاني، وقدر ان هو يسبق مايلز، واخيرا قدر ان هو يجيب كيس الملاكمه على جنب. وده حتى كمان قدر ان هو يسبق جون وقال له احكي لي قصتك بقى يا معلم، انا فزت عليك. بدا بقى ان هو يحكي له القصه وقال له نقلنا للبرازيل من السنغال وانا صغير مع ابويا، واللي كان بقى بيفضل اخويا الصغير جوزيف اللي كان مقاتل محترف وجامد، لحد ما في يوم كان في مقاتل محلي عمال بيستفزه وبيشتمه، وقدر جوزيف ان هو يتغلب عليه. مشى المقاتل وبعد 10 دقايق رجع من تاني واطلق على جوزيف النار وقتله. ومن وقتها ما قدرتش ان انا اوري وش لابويا من تاني من 7 سنين. رجع بقى يتدرب معاه ويعلمه حركات الاخضاع اللي هو يعني التثبيت. وده بقى لما رجع للبيت لقى رساله مكتوبه ان امه واخوه بقى في البطوله، فقام رايح لعندهم علشان يشجعه، بس يلاقي ان اخوه مهزوم 3-2، وعلى طول قام وقال له يلا بينا عشان نروح البطوله. وفعلا بقى بدا اخوه ان هو يحط جوان وفاز على الخصم بتاعه. الام تحب الموضوع وتقول له لازم نحسن العلاقه شويه. رجع بعدها لعند باباها علشان بقى يعتذر لها على طريقته الوحشه في الكلام معاها، وعلشان ما قبلش الاعتذار قبل كده. اما بالليل بقى تروح الام لعند جون ويقول لها ابنك شاب كويس قوي، مقاتل قوي. ولما تعرف بقى ان هو عمال بيخرج غضبه هنا بتدي للمدرب بقى فلوس شهر اضافي. وتاني يوم بيروح ماكس ويقول لجيك انت اتقابلت في البطوله دي بكره بالليل، بس ده بيقول له مش هشارك فيها. فيزعل ماكس، بس لما يلاقي ان القعده حلوه بيروق. وترجع باباها مع جيك للبيت ويلعبوا مع بعض شويه، بس تشارلي يرخم عليهم علشان بقى امه عماله بترن. وهنا بقى ريان يتعصب على ابوه فيروح بقى يضربه ويقول له بتحلو عليا قدام صحابك، عايز تكون الافضل اهزم الافضل. وصاحبه يقول له جيك مش هيشارك في البطوله. فيروح بقى لعند ماكس ويقول له ايه رايك تيجي معايا للبيت، وبينده عليه جون، بس ده مش بيسمع وبيروح معاه ويسيب العربيه واخده بقى للبيت. وفضل ان هو يضربه لحد ما يجي جيك يفتح الباب وبيلاقي ان هم رموه تحت بيته وهربوا. ولما نزل لقى ان هم هرسوه ضرب. وجون بقى بياخد باله ان عربيه ماكس لسه موجوده بره، وده طلع عنده شويه ضلوع متكسره على كام غرزه على مناخير مكسوره. بس كلم اهله ومحدش منهم هيجيله. فقام بقى جيك واخد مفتاح عربيته ومشى. بيقول لها مين اللي عليه الدور، انتي تشارلي؟ مش هينفع اسكت. بدا يفتكر ابوه من تاني وقام رايح عشان ياخد العربيه، بس يقول له جون انهم ضربوه. جون بيقول له خلي بالك الانتقام مش هيعمل اي حاجه، لو قتلت مش هترجع لهنا تاني. فقال له انا سبت ابويا يسوق وما حاولتش ان انا امنعه، واكيد لو رجع بيك الزمن من تاني هتمنع اللي قتل اخوك. بس ده يرد عليه ويقول له انا كل يوم بصحى وببص في المرايه وبكون مش مئز من نفسي. اخر مره كلمت فيها ابويا كان قال لي ولاد الاتنين ماتوا مش واحد بس اللي مات. جيك عمال بيحمسه لازم نقاتل، لازم نحاول، ما ينفعش نستسلم من اول مره. وانا عن نفسي فزت او خسرت انا هوقف ريان الليله، ده قتالي. فيقول له جون مهما حصل اتحكم في نفسك. راح بقى على طول وجهز الشنطه في البيت ولبس بقى هدوم ابوه وتيجي امه واخيرا تشجعه. على طول بقى قام رايح لمكان البطوله ودخله واحد من اصحاب ريان لجوه علشان يروح ويسجل اسمه وتبدا بقى القتالات. وبعدها جه دور ريان
وجيك، بس المعلق بيقول لهم استنوا ده في غلطه. ريان بيقاتل واحد تاني وبعد شويه ضرب قدر ان هو يخلص عليه. بعدها بقى جيك يتقاتل مع واحد تاني برضه وخلاه يستسلم، واللي بعده كان ريان ومن تاني وبضربه واحده خلص عليه. بيبص بقى بنظره حاده لجيك، واللي دخل بعد كده للقتال وكان بينضرب لحد ما قدر ان هو يثبت التاني وفاز عليه. بس اللي كان عمال بيقاتله بعد كده كسر له ضلوعه وفضل يضرب فيه ومبهدل جيك على اخر وكان هيكسر رجله. بس لما شاف ريان قلب على طول وقدر ان هو يتغلب عليه وكمان يفوز، بس كان واضح ان هو مصاب جامد. راح بقى على جنب لحد ما جاله الحكم وبيساله هتقدر تلعب من تاني؟ قال له اكيد. وهنا بقى بتيجي باهو وتشجعه ان هو يكمل وتقول له تقدر انك تعملها. بس ريان بقى بيحاول ان هو يفقع عين المنافس وينطرد بقى من البطوله، وجا دور جيك. ولما عرف بقى ان ريان انطرد على طول ينسحب هو هنا علشان ريان وبس. طلع هما الاتنين لبره، بس يقوم رايح وراهم ريان وقال له الموضوع بيني وبينك، انا هنا ومستعد، مفيش اي حد يتفرج وانت واحد عاوز المشاهده. اتعصب ريان ومسك فيه وقلعه التيشيرت وبدا الضرب بين الاتنين، والكل عرف بقى ان القتال موجود بره وكلهم طلعوا حتى المعلق وكمان الحكم اتجمعوا حواليهم وهم عمالين بيتقاتلوا في النص. كان جيك عمال بيضربه وبيديله بالراجل، بس بقى ريان بدا ان هو يركز على ضلوعه المكسوره اكتر من مره لحد ما اخده بقى على العربيه وحاول ان هو يضرب ضلعه اللي كان مكسور وعمال بيعذبه لحد ما حاول بقى ان هو يثبته، وده كان عمال بيرفعه ويرزعه في الارض. قدر ان هو يخنقه، ولما كان عمال بيفقد الوعي بدا يفتكر كل حاجه، قلب الموازين خالص وبدا ان هو يصد ويقلب ريان وكمان يضربه وهو عمال بيفتكر حركات جون. على طول بقى مديله واحده مقص وخلص عليه وجابه الارض. الكل بقى كان عمال بيشجع جيك، حتى ماكس صرخ من الفرحه. تعدي الايام ورجعوا على المدرسه الاتنين وجيك بيسلم على ريان، ده حتى جون بيجهز نفسه عشان يرجع لابوه من تاني. وواضح برضه ان ماكس بقى عايش حياته وكل حاجه بقت زي الفل. انت فل؟ قول لي في الكومنتات. وفي الاخر بقى كده ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تجيلكم كل التنبيهات. وبس كده.